في يوم كنت قاعد على قهوة بلدي في مكان قديم شوية. الجو كان مطر خفيف والناس حواليا بتتكلم في مليون حاجة. طلبت قهوة سادة. الراجل وهو بيجيبها كان متوتر شوية، تقريبا كان مشغول بحاجة. وفجأة الكوباية اتزحلقت من ايده، وكل اللي حواليا استنوا يسمعوا صوت كسر كوباية القهوة وهي بتنزل على الأرض. لكن الكوباية خبطت في الترابيزة قبل ما تقع على الأرض وما اتكسرتش، القهوة بس اللي اتكبت. الراجل بص للكوباية لقاها سليمة، بص لي وابتسم ابتسامة سريعة كلها إحساس وامتنان، وقال: الحمد لله، المرة دي عدت. ولم القهوة بسرعة وجاب لي واحدة تانية. الموقف ده فضل في بالي وفكرت إن الحياة كده بالظبط، كلنا بنقع وكل يوم بنمر بموقف بيخلينا مستنيين نسمع صوت الكسر بتاعنا، نكسر علاقة، نكسر شغل، نكسر حلم. لكن في أوقات الوقعة بتكون شديدة، بس الحمد لله ما بتكسرناش، الكوباية بتفضل سليمة. يمكن نفقد اللي جواها، بنفقد الطاقة أو الوقت، لكن نفسنا ما اتكسرتش. المهم إننا نقول برضو بابتسامة: الحمد لله، المرة دي عدت، ونطلب كوباية جديدة من الصبر والمحاولة، ومنخليش الوقعة تنسينا إننا الحمد لله لسه بخير.